ربكة أخيرة، ربكة دفاعية وإبعاد، تهديد أخير في مرمى فريق دارنس. هذه مرتدة، يمشي بن حامد يتدرج بالكرة، رويد يمشي يعدي، يعني عليك يا رويد. بن حامد في كرة خطيرة، تسديدة دارنسية وهدف أول، هدف أول من رويد بن حامد. مجهود فردي وانطلاقة كالسهم كان رويد، حط الكرة في المرمى. مجهود فردي رائع يذكر فيشكر من مهاجم فريق دارنس، من مهاجم الفريق الدرنيسي. الدقيقة 17 تتغير فيها لوحة الأهداف. انطلق كالسهم، حط الكرة أمامه وحط اللاعبين في ظهره وحط الكرة في المرمى. هدف أول درنيسي. هذا الكونترا اتاك المثالي. رويد يا رويد، سريع يا رويد، مهاري يا رويد، حط الجميع في خلفه وحط الكرة أمامه وحطها في الشباك، حطها على يسار عبد الرحمن المشري، وأعلن عن أول أهداف الدرنيسية. هذه الكرة وهذه المراوغة، هذه الانطلاقة وهذه التسديدة اللي عانقت الشباك، اهتزت الشباك وتغيرت لوحة الأهداف، وتقدم الضيف دارنس على المضيف شباب الجبل هنا على أرضية ملعب شيخ الشهداء من كل الزوايا. رويد يراوغ ويجري بالكرة ويمشي ويعدي ويسدد لما دخل وحط رجله داخل منطقة 16 ياردة، أعلن اهتزاز الشباك. إذا تغيرت النتيجة، أصبحت الأفضلية دارنيسية بهدف المهاجم رويد بن حامد. تجاوزنا أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، ساعة من عمر اللقاء. نلعب في الدقيقة 62. سقوط هناك لمحمود الشلوي، سلامات مع تسديدة درنيسية وهدف ثاني. هدف ثاني لفريق دارنس. حقيقة انشغلت بمحمود الشلوي اللي سقط في الجهة الأخرى، لكن رويد بن حامد أعلن عن هدف ثاني. المهاجم رويد سجل هدف ثاني لنفسه ولفريقه في الدقيقة 17 مرة أخرى من عمر الشوط الثاني. رويد يهز الشباك في مرة ثانية، والسلامات لمحمود الشلوي. هدف ثاني درنيسي، هدف ثاني للضيوف، هدف ثاني لهذا الفريق الأصفر عن طريق المهاجم اللي أثبت فعاليته اليوم رويد بن حامد. لكن سلامات لمحمود الشلوي اللي سقط في أقصى الجهة اليمنى. هذه الإعادة وصلت هناك في حوار بدني بين محمود وأحمد شلوي والسقوط وارتطام بالرأس، لكن رويد كمل الكرة وحطها في المرمى. هذا الحوار البدني هناك وفر العرضية شلوي بالقوة البدنية. رويد بن حامد على الطاير حطها في المرمى. أعلن عن ثاني الأهداف، أعلن عن الثنائية الشخصية له ولفريقه. هدفين لفريق دارنس، هدفين للفريق الضيف، ولا شيء لفريق شباب الجبل.